وسأذكر لكم كلاما مهما في هذا الباب ننتبه له. أول ما يكون في هذا الباب، نحن نتحدث الآن عن الذكر لله بالكثرة. نعم، نحن نتحدث عن الذكر لله سبحانه وتعالى بالكثرة. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يقول جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فما هي الطريقة العملية؟ أول ما يكون من ذلك ما يتعلق بالصلاة المكتوبة. الصلاة المكتوبة هي أعظم ذكر لله، وهي إنما أقيمت من أجل ذكر الله. والله سبحانه وتعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. ولهذا الصلاة كلها ذكر لله. فعظم يا رعاك الله ذكر الله بهذه الصلاة. عظم هذه الصلاة، عظم هذه الصلاة تعظيما كبيرا في قلبك. هذه الصلاة التي كتبها الله عليك في حجك، التي كتبها الله عليك في حياتك 5 مرات في اليوم والليلة. عظم هذه الصلاة. الصلاة عماد الدين. ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. فعظم هذه الصلاة، عظم هذه الصلاة. وأيضا الطريقة العملية للتعظيم للصلاة تبدأ معك من حين تسمع الأذان، النداء للصلاة. من حين تسمع الأذان النداء للصلاة، إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ما المطلوب عند الأذان؟ أمر واحد أو أمران. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. مطلوب ماذا؟ أمران. الأول السماع. إذا كنت مثلا تستمع لشيء، تستمع لصديق، أو حتى في مكالمة هاتف مع أحد، أوقف كل شيء واستمع للمؤذن. حتى لو كنت تقرأ القرآن، أفضل أن توقف قراءة القرآن وهي أعظم الذكر وأن تستمع للمؤذن. فكيف بالأحاديث الحديث العامة أو بيع أو تجارة أو أي شيء؟ خذها فائدة مهمة لك. إذا سمعت المؤذن أوقف كل شيء واستمع للأذان، استمع للأذان وقل مثل ما يقول. هذا من أعظم ما يكون في إقامة الذكر لله بهذه الصلاة. ثم إذا سمعت المؤذن وقلت مثل ما يقول، دعك عن كل شيء وأقبل على الصلاة. أقبل على الصلاة. إن كنت على وضوء فبادر بالذهاب إلى بيوت الله، وإن كنت على غير طهارة فبادر بالطهارة وتوجه إلى بيوت الله. دعك من الطريقة التي ألفها كثير من الناس، ما يتحرك من بيته أو عمله أو تجارته إلا بعد أن يسمع الإقامة، أو ربما أيضا ينشغل حتى بعد الصلاة يصلي وحده مع جماعة أخرى أو نحو ذلك. فإذا سمعت المؤذن قل مثل ما يقول، استمع وقل مثل ما يقول. انظر فائدة واحدة من فوائد هذا الصنيع إذا وفقك الله إليه. في حديث عمر في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فقال أي المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أي أحدكم
أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن محمد رسول الله، فقال أشهد أن محمد رسول الله، فقال حي على الصلاة، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال حي على الفلاح، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال الله أكبر الله أكبر، فقال الله أكبر الله أكبر، فقال لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله من قلبه إلا دخل الجنة. فقال لا إله إلا الله من قلبه إلا دخل الجنة. هذا بسماع الأذان دخول الجنة. وقد تعجب من هذا، لكن لا تعجب إذا علمت أثر هذا السماع للأذان على قلبك زكاء وصلاحا وإقبالا على الصلاة. ستجد نفسك شخصا مختلف تماما عن ذاك الذي لا يبالي بالأذان، يؤذن المؤذن ولا كأنه شيء حصل، ولا كأنه شيء وجد، ولا يلقي له بالا. ستجد أن ثمة تغير حتى في خشوعك في صلاتك، سترى تغيرا حتى في خشوعك، حتى في حالك في صلاتك وإخباتك وإقبالك على الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر الأول. استمع الأذان، هذا برنامج عملي يومي في الحج وما بعده. استمع للأذان استماعا جيدا، وقل مثل ما يقول المؤذن، ثم بادر إلى بيوت الله. تصلي ما تيسر. هناك أحيانا بعض الصلوات رواتب قبلية، تصلي الراتبة، تصلي تحية المسجد، تقرأ ما تيسر من القرآن، تمد يديك إلى ربك تدعوه، والدعاء بين الأذان والإقام لا يرد، مستجاب. وأيضا هناك دعاء مستجاب بعد الأذان مباشرة، غير الذي بين الأذان والإقامة، بعد الأذان مباشرة. لأن أحد الصحابة قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن المؤذنين يفضلوننا، سبقونا في الفضل. قال إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول ثم سل تعطه، فقل مثل ما يقول ثم سل تعطه. وهذا من ثمار السماع من الثمار العظيمة للسماع للمؤذن، وأن تقول مثل ما يقول، وأن تقول مثل ما يقول. ثم بعد ذلك تدخل في صلاتك المكتوبة من أولها مع جماعة المسلمين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. هذه الآية في سورة ماذا؟ نعم، النور، في سورة النور. أنا أريد لما تقرأ الآية تنتبه لي هذا الذي أشير إليه. تنتهي الآية الأولى هذه في أسفل الصفحة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. انتهت الآية. افتح الصفحة الجديدة واقرأ في أعلى الصفحة رجال. انظر الرجولة، انظر الرجولة، وانظر خانتك أنت من هذه الرجولة التي الله وصف أهلها بهذه. رجال تجدها في أول كلمة في أعلى الصفحة في سورة النور، جعل الله في قلوبكم أجمعين نورا، تجدها في أعلى الصفحة رجال. هذه الرجولة في أتم صورها بوصف رب العالمين جل وعلا أن يكون مع الرجال. لأن بعض الناس في صحة وعافية وقوة ونشاط يسمع المؤذن وزوجته تصلي في طرف البيت وهو في جنبها في الطرف الثاني يصلي، والرجال في المساجد يصلون. مشكلة هذه. يقرأ هذه الآية ينظر لها بعينه يتأملها. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وهذا للمصلين لهم حظ عظيم من الرزق بغير حساب، من الرزق بغير حساب.
فإذا هذا الآن أهم برنامج يومي في مسألة الذكر لله عز وجل هذا الذي ذكرت لك. إذا سلم المؤذن، إذا سلم الإمام من الصلاة وسلمت عادة، وأنت ترى هذا في أكثر المساجد، الذين يأتون وفاتهم من الصلاة ركعتين وثلاث ثم يكمل ما بقي بسرعة، هؤلاء غالبهم جلهم مع التسليمة الثانية يقوم وينصرف، لأن أصلا داخل الصلاة وذهنه مشغول بدنياه، وأصلا ما جاء للصلاة إلا ينازع نفسه منازعة، يريد أن يتخلص من حمل، فيأتي للمسجد يدرك ركعة وركعتين يكمل الباقي ويقوم. أنت إذا عملت هذه الطريقة ستجد أنك إذا سلم الإمام ما تستطيع تقوم، حتى تريد أن تقوم عندك بعض الأعمال تجد نفسك اطمأنت وسكنت وارتاحت لذكر الله، وتقول نفسك تقول عندك العمل الفلاني تقول له ما يفوت، ما تغيرت، تجد أن نفسك تغيرت بماذا؟ بالذكر. الذكر يغير، تغيرت بذكر الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يحصل لك هذه الطمأنينة. فهذا أول ما يكون. إذا ضبطت هذا أمسكت به وواظبت عليه وهو سهل على من سهله الله عليه، أتاك ما بعده، كل ما بعده يأتيك بإذن الله، وتنفتح لك أبواب الخيرات من حيث لا تحتسب، سترى خيرا. هذا الأمر الأول. ثم بعده اهتم اهتماما عظيما بالأذكار المتعلقة بالصباح والمساء، وهذه جاء الحث عليها في آيات كثيرة جدا في القرآن. أذكار الصباح والمساء، الغدو والآصال، اعتني بها عناية عظيمة. والسنة ثبت فيها أذكار عديدة يؤتى بها في الصباح، محلها بعد صلاة الفجر إلى الشروق. فإذا أكرمك الله وسمعت أذان الفجر وقلت مثل ما يقول، بكرت للمسجد وذكرت الله عز وجل، صليت النافلة، صليت الفريضة، ثم أتيت بالذكر أو الأذكار، أذكار الصباح بعد صلاتك. تدري ماذا فعلت الآن؟ تدري ماذا فعلت؟ أنت فعلت الآن شيء عظيم جدا. أنت الآن عملت ضبط كامل ليومك بإمساكك بهذا الصباح الباكر، عملت ضبطا كاملا ليومك. أحد السلف يقول: يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره، بقية اليوم كله ينقاد لك على خير وبركة. ابن القيم له كلمة حلوة جميلة، يقول: أول اليوم شبابه، وآخر اليوم شيخوخته، ومن شب على شيء شاب عليه. يعني إن كان الإنسان ذاكرا في الصباح مضى معه الذكر في اليوم كله، إن كان كسولا الكسل يمشي معه إلى آخر النهار، إن كان نشيطا النشاط يمشي معه إلى آخر النهار. الصباح الباكر هذا زمام اليوم، فإذا ضبطته انضبط لك اليوم كامل. اسمع إلى هذه القصة وهي في صحيح مسلم. عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل أتى إليه جماعة من أصحابه في بيته بعد الفجر يعودونه، ولما دخلوا عليه وجلسوا في مجلسه سأل، وكان يسبح، فسأل قال: هل طلعت الشمس؟ قالوا: بعد. فاستمر يسبح، ثم قال: هل طلعت الشمس؟ قالوا: نعم. قال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يؤاخذنا بذنوبنا.
هذا الكلام يقوله متى؟ أول ما أشرقت الشمس، يقول الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. هل اليوم انتهى؟ اليوم هو ما زال في أول اليوم، ويقول الحمد لله الذي أقالنا هذا. ماذا تستفيد أنت من هذا؟ أن من أمسك اليوم، أمسك أول يوم، أقيل اليوم كله وسلم له يوم كاملا إذا أمسك اليوم. وهذا فقه الصحابة رضي الله عنهم، إذا أمسكت أول اليوم بالذكر سلم لك اليوم كامل، وانضبط لك اليوم كامل، وأصبحت في ذمة الله وفي حفظ الله وفي توفيق الله وتسديد الله جل وعلا. ثم أذكار المساء في ما قبل غروب الشمس أيضا جاءت أذكار عديدة مأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم تعتني بها في مسائك. والآن في تطبيقات الجوال موجودة هذه الأذكار، يعتني بانتقاء شيء من يعني ما جمعه العلماء الراسخين، يعتني بها، وفي البداية يقرأها من جواله، ثم مع الأيام يجد أنه ما يحتاج إلى الجوال لأنها أصبحت محفوظة عنده وثابتة في قلبه. ثم بعد ذلك أذكار النوم، وهذه مهمة جدا، غاية في الأهمية، غاية في الأهمية. الآن كثير من الناس مع الجوالات يسقط جواله إلى جواره وينام على له وقلبه غافل، فيحرص على أذكار النوم. أذكار النوم سبحان الله لها عوائد عجيبة عليك في النوم وفيما بعد النوم. ولهذا في بعضها يقول عليه الصلاة والسلام: إن مات على الفطرة، وإن أصبح حصل خيرا. فهي تفيدك في الحالتين، من مات في فراشه مات على الفطرة، ومن أصبح حصل خيرا. تفيدك في اليوم الذي بعد نومك، تفيدك فائدة عظيمة صلاحا لك في يومك الذي تستقبله، فحافظ عليها هذه الأذكار. إذن عندنا الصلوات، وعندنا أذكار الصباح، وأذكار المساء، وأذكار النوم. الخامس الأذكار الموظفة، هذه المعتادة، الذكر عند الدخول وعند الخروج، عند ركوب الدابة، والسلام عند لقاء الإخوان، هذه الأشياء عند الأكل، عند الشرب، هذه أيضا تكون معتني بها. عرفت هذه؟ ثم بعد ذلك ما تيسر لك من الذكر المطلق في أوقاتك المختلفة، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، أو تكرر لا إله إلا الله أو نحو ذلك. هذه إذا اجتمعت لك التي شرحت لك تصبح بها من الذاكرين الله بالكثرة، وهذا نص عليه العلماء. تصبح من الذاكرين بالله بالكثرة، من الذين قالوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، من أهل قوله والذاكرين الله كثيرا. إذا اعتنيت بهذه، وهي سهلة على من سهلها الله سبحانه وتعالى عليه، سهلة على من سهلها الله جل وعلا عليه. فهذه يعني اضبطها ضبطا تاما. الصلوات، برنامج الصلوات، الصباح على الشرح الذي مضى، المساء، عند النوم، الأذكار هذه الموظفة في الدخول، الخروج، الركوب إلى آخره، مع الذكر المطلق ما تيسر لك. دخلت في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه فرصة لك عظيمة في حجك، أن تخرج بحال عظيمة وحصيلة مباركة، وبناء لمستقبل زاهر بالخير تستفيده من حجك. صلى الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو، أن يجعلنا أجمعين من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يعيننا أجمعين على ذكره بالكثرة، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين،
اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.